حقيقة استبعاد أمرابط من لقاء تنزانيا بعد تمرده على الركراكي. أثار غياب سفيان أمرابط عن مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام تنزانيا تكهنات حول أسباب عدم مشاركته بعد جلوسه على دكة البدلاء في المواجهة السابقة ضد زامبيا. وانتشرت تقارير غير دقيقة ربطت غياب أمرابط بما وصفته بتمرد اللاعب ورفضه الخضوع لخيارات الناخب الوطني وليد ركراكي، ما دفع الأخير إلى استبعاده من دكة البدلاء. ونفى مصدر مخصص لموقع كرة المتخصص صحة هذه الأنباء، مؤكدا أن أمرابط مثال الاحتراف والانضباط، وأن غيابه جاء نتيجة آثار إصابة في الكاحل كان يعاني منها منذ مشاركته مع نادي بيتيس الإسباني، ما أجبره على التوقف عن اللعب لنحو 5 أسابيع واتباع بروتوكول علاجي بمجمع محمد السادس. وأوضح المصدر أن اللاعب شعر بانزعاجات خلال آخر حصة تدريبية، وأن غيابه لا علاقة له بغضبه من قرارات الركراكي، متوقعا أن يعود للتدريبات الانفرادية مباشرة بعد تأهل المنتخب الوطني لدور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.